وهنا بيجي دور الليدر ان هو يفاسيليتيت برودكتيف تيم ورك، كابيتالايز على نقط القوه اللي في كل الكالتشر. هي شطاره الليدر زي مش لازم اكون انا اكتر اكسبيرينس، بس انا اقدر اخلي التيم يشوف بعضه. الانجليز مثلا يقول لك the done is better than the perfect، القرار الغلط احسن من اللا قرار. خدي قرار غلط وافشلي وصلحي اتجاهك. اورجانيزيشنز كتير محتاجه تشتغل على نفسها علشان تقدر تحافظ على الجيل الجديد، لانه هو مختلف. احيانا ممكن تقعديهم مع بعض في ميتنج من غير هدف ويخرجوا بحاجات مفيده جدا. هل انت شايفه ان موضوع التنوع الثقافي بعد كده هيبقى كومبلكس اكتر؟ ان انت تتعلم جنراتيف اي اي ماشين ليرنينج بس ده مش كفايه، لا اتعلم كمان هاو تو بريزنت يور ايدياز. السوفت سكيلز دي دونت اندر استيميتد، لانها ممكن تبقى فيكل توصلك لما هو افضل وانت تستحق الافضل. ان الاتيتيود احيانا كتير بيكون اهم من السكيلز، لانه ممكن تكوني مش عارفه كل حاجه، لكن لو عندك الاتيتيود الصح هتعرفيه. الكالتشر بتاعه الدايفرسيتي دي، وان مش مهم انا بشتغل في شركه جنسيتها ايه او انا جاي منين، احنا كلنا هنتعجن في عجين واحد مع الوقت يعني. وده هيخلي بعض الليدرز هيحتاجوا يتغيروا من الليدرشيب ستايل بتاعهم. فانا تخيلت ان دي بقى فتحه الانطلاقه هبدا حياتي الجميله الرائعه بقى في وسط الخضره. فده كان اول فشل، الكلاينت والفندور مش ايكوال ان ذا ميدل ايست. انا الكلاينت وقلت كده، طب دي غير اللي مكتوبه في العقد. هو الانسان طيب يعني انا زيك كل بلد الهيستوري بتاعها هو اللي بيشكل الثقافة وشكل المجتمع وطريقة تعامل الناس وفكرهم والمايند سيت بتاعتهم.